هي العربيات هتفضل ترخص؟ طب السعر ده كده كويس؟ طب استنى شويه، ما اعرفش، بس هقول لك على حسبه بسيطه جدا انا بستخدمها. هناخد 3 امثله على العربيات الجديده. كيا سبورتج الشكل الجديد، سعرها في يناير 2022 اول ما نزلت كان ب 790 الف جنيه اعلى فئه، وفي نفس الوقت في يناير 2022 الدولار كان ب 15 جنيه 78 قرش. نسبه الزياده اللي حصلت في الدولار من وقتها عشان يوصل لسعر النهارده 47 جنيه 83 قرش اتضرب في 3.3. لما نيجي نضرب سعر يناير 2022 790 الف جنيه بنسبه الزياده بتاعت الدولار 3.3 نلاقي السعر 2 مليون و393. مايو 2024 اعلى فئه الكيا سبورتج ب 2 مليون و300، يعني العربيه كده اقل من سعرها الرسمي وقتها ب 93 الف جنيه. يبقى انا لو عايز اشتري العربيه دي ممكن اشتريها، لان انا مش متوقع منها نزول تاني الا لو سعر الدولار نزل تاني. تاني عربيه فئه تيبو اعلى فئه، في شهر 6 2021 العربيه كان سعرها رسمي 310 الف جنيه لاعلى فئه، كان وقتها سعر الدولار 15 جنيه و60 قرش. نسبة الزيادة اللي حصلت في الدولار من وقتها عشان يوصل لسعر النهارده 47 جنيه 83 قرش 3.7. لما نضرب نسبة الزيادة 3.7 في السعر الرسمي بتاع 21 اللي هو 310 ألف جنيه، هتلاقي ان العربية بقى سعرها 951,700. دلوقتي في شهر 5 2024 العربية سعرها الرسمي 1,225,000 جنيه، يعني اعلى من نسبه الزياده اللي حصلت في الدولار ب 273 الف جنيه. العربيه دي كده انا ما اشتريهاش لان لسه متوقع فيها نزول لحد 273 الف جنيه. المثال الثالث رينو ميجان 1600 اعلى فئه، في شهر 6 2021 العربيه كان سعرها رسمي 365 الف جنيه، في نفس الوقت شهر 6 2021 سعر الدولار كان ب 15 جنيه و60 قرش، يعني نسبه الزياده عشان يوصل لسعر النهارده 47 جنيه 83 قرش هي 3.7. لما نضرب نسبه الزياده في سعر العربيه وقتها هتلاقي ان العربيه سعرها 1,120,000 وكسور. في شهر 5 2024 العربيه سعرها 1,410,000 جنيه، يعني في فرق 289,000 جنيه عن نسبه الزياده اللي حصلت في الدولار. يبقى برضو العربيه دي انا ما اشتريهاش دلوقتي لان انا لسه متوقع فيها نزول علشان توصل لنفس النسبه اللي حصلت في زياده الدولار. بالنسبه للمستعمل ممكن تستخدم نفس الحسبه دي لو انت فاكر اسعار العربيات المستعمله صح قبل زياده الاسعار، هتقدر على الاقل تعرف الرينج اللي المفروض تشتري بيه كام. سلام.